السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير المصري. معاكم أحمد فتحي، حلقة جديدة بعد غياب حبة حلوين قوي حوالي أكتر من 4 شهور على إن أنا ما بنزلش أي حاجة على القناة، بس اعذروني في شوية ظروف كده. وحلقة من الاستوديو المؤقت الجديد، يعني ده مش المكان اللي هنكمل فيه على طول، بس مكان مؤقت كده عشان الحلقة دي محتاج إن أنا أعملها في وقت معين. اهلا بيكم، وحشتوني جدا، بقالي فتره غايب عنكم وغايب عن الفيديوهات، فوحشتوني بصراحه. حلقتنا النهارده ريفيو عن مايك محترم جدا جدا واثبت نفسه في السوق وبينافس بقوه. وحلقه النهارده سبونسرد باي فوتو اكسبريس وشركه بويا. شركه بويا شركه معروفه والمشهوره في مجال المايكات او مجال صناعه الصوت، والوكيل بتاعها هو فوتو اكسبريس، وغني عن التعريف، مكان معروف جدا، وكيل لاكتر من براند لكذا حاجه في مجال التصوير الفوتوغرافي ومجال تصوير الفيديو. فالمايك اللي معانا النهارده هو المايك المنافس بقوه، واللي هو بي واي اكس ام 6 اس 2. ده اللي هو 2 مايك واحد ريسيفر. اقول لك 2 مايك ليه؟ هنتكلم عن كل حاجه دلوقتي باستفاضه، بس بص على منظر العلبه الاول كده. دي العلبه اللي بتيجي من الشركه، هتلاقي عليها علامتين للمايك او مايكين وقطعه للمستقبل، وبيكون متبرشمه من هنا عشان تتاكد ان هي مش مفتوحه. والمايك ده بيجي بضمان سنتين، مكتوب هنا بص 2 years warranty، ضمان سنتين. مش عارف باين لك ولا مش باين لك، 2 years warranty. طبعا هنا ستيكر بتاع الوكيل اللي هو فوتو اكسبريس. مبدئيا اول ما بتفتح العلبه بتاعت المايك بتلاقي تغليف طبعا بتاع ابويا، تغليف محترم جدا، كل حاجه في مكانها، كل حاجه معروف هي فين، مفيش حاجه متلخبطه على حاجه. تفتح العلبه بتلاقي جواها علبتين تانيين او كرتونتين تانيين، في مكان للثلاث قطع اللي هم 2 مايك وواحد ريسيفر، دول لوحدهم. والعلبه الثانيه بيكون فيها باقي الاكسسوارات اللي طبعا بويا برضو معروفه باكسسواراتها اللي بتجيبها مع المايكات، اللي بتكون انت مش تشتري اي حاجه تانية اصلا، خلاص دي كل الاكسسوارات اللي انت اصلا هتحتاجها. وبتكون عباره عن بيجيب 2 مايك عشان يركبوا في المايك الوايرلس، لو انت مش حابب تستعمل مايك وايرلس وحابب تستعمل المايك اللافالير او مايك السلك. بيكون معاها وصلتين تي ار اس، وصله عشان المايك يشتغل على الكاميرا عادي، والوصله الثانيه عشان المفاجاه بقى ان المايك ده بيشتغل على اللابتوب او الكمبيوتر او الموبايلات برضو عادي، مش حكر بس على الكاميرات او الناس اللي معاها كاميرات، لا انت لو معاك موبايل او بتقدم محتوى على التيك توك او على اي منصه بالموبايل فقط، المايك ده برضو هيشتغل عندك زيه زي الكاميرا بالظبط بدون اي اختلاف. وبتلاقي الديد كات عشان عزل الضوضاء، لو بتتكلم في حته فيها دوشه او في صوت حواليك تركبه على المايك عشان يعزل معاك الضوضاء. وبتلاقي 3 وصلات يو اس بي تايب سي عشان تشحن الثلاث قطع على حده، مش وصله واحده للثلاثه، لا كل قطعه ليها وصله عشان هتشحنهم مع بعض كلهم مره واحده عشان عندك اي شغل او اي اوردر او اي حاجه زي كده. نيجي لمواصفات المايك ذات نفسه، او بيعمل ايه بقى المايك ده، او مواصفاته ايه، او اهم حاجات فيه ايه. طبعا من اهم حاجه في المايكات الوايرلس هي البطاريه. يعني احنا بنشوف اول حاجه البطاريه عشان هنشوف هتكمل معانا يوم كامل او مش هتكمل ولا هنعمل ايه. المايك ده بطاريته تقعد لغايه 7 ساعات. طبعا انت مش هتصور 7 ساعات متواصل، بس يقعد معاك ممكن لمده تصوير يوم او 2 أو 3. لو انت هتصور مثلا النهارده فيديو معين او فيديو بكره وفيديو بعده، لو انت كونتنت كريتور انت مش هتصور 7 ساعات ورا بعض، انت ممكن تستعمله على شحنه واحده لمده اسبوع لو هتصور كل يوم مثلا ساعه. فدي بوينت مهمه جدا ان انت تقعد بيه 7 ساعات على شحنه واحده. تاني ميزه انه بيشحن بيو اس بي تايب سي، طبعا شحن سريع. شحن سريع، وكده كده بطاريات المايكات دي ما بتكونش حجمها كبير فما بياخدش وقت اصلا في الشحن، يعني ممكن تحط المايك اصلا على الشاحن ما ياخدش معاك ساعه ونص ويكون مشحون على الاخر. بيجي بتردد 2.4 جيجا هرتز، وده بيكون كويس جدا عشان ما يقطعش بين الكاميرا وبين عند الشخص اللي بيتكلم. طبعا كل ما بعد كل ما الاشاره المفروض تكون اقل، بس هنا هي 2.4 جيجا هرتز، فالمفروض ان هي ما تقطعش معاك اساسا. نيجي لبوينت كمان مهمه ومكتوب على العلبه هنا، ان المايك بيدعم لحد 100 متر. يعني لو حبيت تتكلم على بعد 100 متر، طبعا بالنسبه لتصويرنا العادي وتصويرنا اليومي، او لو كونتنت كريتور او لو هتعمل حوار مع حد او هتتكلم مع حد، فالموضوع مش محتاج 100 متر، بس ده بيديك مساحه ان انت لو عايز ترجع متر 2 5 10 الكاميرا بعيده عنك ومفيش سلك ومفيش اي حاجه والمايك شغال معاك زي الفل. طبعا اهم حاجه في المايك ده واللي بيتميز بيها ان هو باتنين مايك مش مايك واحد، يعني في مايكين. يعني لو بتتكلم مع حد او بتعمل بودكاست او بتتكلم انترفيو او في الشارع او اي حاجه وبتتكلم مع شخص، هتركب قطعه عندك انت وهتركب قطعه تانية عند الشخص اللي بتكلمه، والاثنين هيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت زي ما هنشوف. ومن اكتر الميزات في المايك ده اللي انا بحبها جدا ان المايك او الريسيفر اللي بيركب على الكاميرا او بيركب في الموبايل او ايا كان بيكون في مخرج هيدفون او مخرج سماعات. ده ليه بقى؟ ده عشان تتست الصوت وانت قبل ما تسجل اصلا، بدل ما تسجل وتلاقي صوت مش شغال، المايك مثلا فصل شحن او انت مش شايف في شمس قويه فمش شايف المايك شغال او مش شغال،
فانت بتركب في الريسيفر ده سماعه وبتسمع الصوت وهو شغال دلوقتي، عشان لو حتى انت ورا الكاميرا وبتسجل لحد اصلا فتبقى انت سامع صوته كويس. لو في اي مشكله تقدر توقف تصوير او تعيد او كده. الميزه دي جميله جدا، خصوصا لو انت كاميرتك ما فيهاش مخرج سماعه، ومعظم الكاميرات مش كلها ما فيهاش مخرج سماعه، يعني كام كاميرا معينين بس اللي فيهم مخرج للسماعات، فمعظم الكاميرات ما فيهاش مخرج سماعه. طبعا مش قادر اتكلم على نقاء الصوت لان انا من اول ما بدات الحلقه لحد دلوقتي وهختم ان شاء الله والمايك راكب، واعتقد انتوا سامعين الصوت. والصوت ده انا مش هحط اي تعديل عليه في البريمير او في المونتاج ولا هظبط اي حاجه، الصوت ده خارج دايركت من المايك للكاميرا على طول، مش هلعب في اي حاجه. المايك بيجي فيه 3 زراير عشان تعلي الصوت او توطي الصوت، وزرار اللي بيعمل ميوت او الزرار اللي بيقفل المايك. فبيجي فيه 3 زراير من الجنب، طبعا تصميم كده انيق وبشكل حلو وبكليكس عشان برضو ايه تحس وانت بتدوس على الزرار. وبرضو في مونو وفي ستيريو، طبعا حسب ما انت عايز تستعمله ازاي او تشتغل بيه ازاي. وفي جين لحد 6 جين، اللي هو بمعنى اصح او ببساطه تعليه الصوت او توطيه الصوت، ممكن تعليه لغايه 6 او توطيه، تقدر انت تتحكم في الكلام ده كله في ايدك طبعا. ويلا بينا نشوف اختبار الصوت لو بنتكلم 2 مع بعض في نفس الوقت بالمايك، كانه انترفيو او كان 2 بيتكلموا مع بعض في مقابله شخصيه او في فيديو. يلا نجرب مع بعض المايكين مع بعض هيبقوا عاملين ازاي. يلا بينا. وخرجنا بره عشان نجرب المايك في حته مفتوحه، وفي نفس الوقت نجربه مع شخص اخر او بقطعتين زي ما قلنا. ومعانا النهارده عمرو كده عارفينه، طلع معانا في حلقات كتير قبل كده، حلقات العمل في التصوير، وهنسمع صوته وهو بيشرح لنا احنا خدنا قد ايه اصلا في توصيل الكاميرا بالمايك بالقطعتين. يعني قلنا لك يا عمرو خدنا وقت قد ايه من ساعه ما خرجنا المايك من الكيس بتاعته ووصلناه بالكاميرا وشغلنا القطعتين؟ لا الصراحه ما خدناش وقت كتير، احمد جرب مايكات كتير بس ده اكتر مايك عجبني جدا، عجبني قوي. والصراحه انتوا بقالكم كتير ما سمعتوش صوتي، على طول بطلع معاكم في الحلقات بس بطلع صوره، بس المره دي سمعتوا صوتي. ده يرجع للمايك اللي احنا بنجربه النهارده. طبعا هو المايك يعني انا برضه مش محتاج اتكلم عن الصوت، انتوا سامعين الصوت عامل ازاي دلوقتي، وبرضه الصوت ده مش هيتعدى عليه في اي حاجه في المونتاج ولا هتحط عليه افكتس ولا اي حاجه. وانا في منطقه مفتوحه دلوقتي زي ما انتوا سامعين، انا قاعد في هواء، في شويه دوشه حواليا. اعتقد برضه انتوا سامعيني بنقاء لان المايك ده يعتبر سامعني انا بشكل افضل من اي حاجه حواليا. طبعا انتوا ليكم الحكم على جوده الصوت، بس اكيد انتوا سامعين دلوقتي الجوده اللي انا واثق منها قبل ما انتج الفيديو، قبل ما اسمعه ان الجوده ممتازه. وديكوا سمعتوه لو بتتكلم مع شخص تاني حتى لو في مكان مفتوح الصوت بيبقى عامل ازاي، صوته واضح، صوتك واضح في نفس اللحظه. السيت اب ما خدش بالظبط دقيقه، انا خرجت ال3 قطع، وصلت قطعه بالكاميرا اللي هي الريسيفر، وصلت قطعه عندي وقطعه عند عمرو وشغلتها، بس مفيش اي سيتنج ولا بقى تشانلز ولا تخش في الموضوع ده كله. الموضوع ما خدش بالظبط دقيقه ونص، يكون سيت اب الصوت بتاعك اتعمل خلاص كده. حتى لو شغل بروفيشنال المايك ده قدها حدود وهيسد ان شاء الله. اتمنى يكون المايك عجبكم، ولو حابين تشتروه لينك الفوتو اكسبريس الوكيل بتاع بويا موجود في الديسكربشن تحت الفيديو، لو حابين تشتروه تقدروا تروحوا اللينك على طول تشتروا منه. ولو الحلقه عجبتك اتمنى ما تنساش من دعائكم، ادعوا لنا. بس كده وسلام.